عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. صباح الخير يا دكتور. يا صباح الانوار. يعني الحقيقة يعني قبل أن ندخل في مقر بيت ثقافة وما سيحدث في اليوم الثلاث إن شاء الله اللي هو النهاردة، أنا عايز أسأل حضرتك فعلا موضوع الحساسية اللي احنا بنعاني منه هذه الأيام، هل أيضا هناك أزمة مثلا من قش الأرز مثلا مرة أخرى؟ هل هناك شيء في الجو معين بيخلينا فعلا نعاني من هذه الحساسية؟ طبعا مع قش الأرز ومع تغير درجة الحرارة والرطوبة وعدم ثقافة الشعب بشكل عام، خاصة الأمهات. دلوقتي بس حضرتك لو وقفتي شوفي الأطفال اللي رايحة المدارس هتلاقي الأطفال كلها لابسة ملابس اللي ليها واسعة، الكم واسع، اللي بتدخل هواء من كل حتة. في أطفال رايحة ملابس صيفية، في طفل يلبس كويس جدا ويروح المدرسة وبعد كده يرجع صيفي. فالحاجات هو الهواء يأذي يا دكتور، الهواء يأذي يعني. شوفي الهواء مش كل الناس يأذي، ولكن مع انا دلوقتي قاعد في مكان دافي، خرجت دلوقتي من البيت وهنزل دلوقتي على طول على بره، تقلب درجة الحرارة والخفوف البيضاء على او الدفء على العكس بيعمل مشاكل. مثلا عندكم في التلفزيون وانتوا خارجين دلوقتي على الكورنيش، انتوا قاعدين دلوقتي مثلا في الدفء، تطلعوا بره على الكورنيش ممكن واحد ياخد لفحة برد، فده مهم جدا خاصة الناس اللي عندها حساسيات ودول عددهم مش شوية. يعني نسبة الحساسيات 10% من اللي بيسمعونا دلوقتي في مصر بس حساسية صدر، و20% حساسية أنف. في الخليج اللي بيسمعونا دلوقتي 30% حساسية أنف. فالنسب عالية مش شوية. يا دكتور مجدي، يعني استوقفتني جملة عن مخاطر قيام الأم بدور الطبيب، يعني هذه الجملة خطيرة بالفعل. صحيح. احنا بنلاحظ بعض الامهات لظروف اقتصاديه، لعدم الثقافه، لظروف الوقت، مثلا يقول لك ابني كح النهارده، تروح مثلا واخده كحه من جارتها، من حماتها، من الصيدلي بدون مشوره طبيه، وممكن يفيد في يوم من الايام، ممكن ما يفيدش، ممكن تروح للدكتور في يوم من الايام ويديها علاج كويس جدا، ولكن هي تكرره يصبح خطا جدا. يعني مثلا احنا دلوقتي مع انتشار البرد هذه الفتره وفي 250 فيروس بيسبب البرد، لو احنا اخذنا مسكنات مثلا فيها مشتقات الاسبرين بتعمل مشكله كبيره جدا، ممكن تعمل حساسيات في الاطفال وتقفل الشعب الهوائيه وتعمل ضيق في النفس. تمام. لكن في وقت تاني مثلا كنت مثلا في مره تانيه ما كانش عندي الفيروس ده وخدت الدواء كان مفيد جدا، النهارده هيصبح ضار. تمام. طب دكتور مجدي، ايضا هناك عباره من ضمن الندوه دور الام في الوقايه من الحساسيه التنفسيه، تقول سيجاره في صدر الام غير مدخنه، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ الام ما كانتش كانت قاعده عند ابوها وامها قبل ما تتجوز، ما كانش عندها امراض تماما، ولكنها تزوجت والزوج بيدخن. يقول لك انا بدخن خارج البيت بس، لا، انت بتدخن خارج البيت صحيح، ولكن بيطلع 5000 ماده منك، والابحاث الحديثه بتقول ان ال 5000 ماده دول مش كلهم بيتبخروا في الهواء، لا، ده بيسقطوا. السقوط ده على الاسطح، خاصه على الملابس وعلى الجلد وعلى الشعر. يبقى هو بيدخل البيت وهو كان بيدخن بره البيت، ما زال هناك آلة من المواد التي ممكن تسبب الحساسيات والمواد المسرطنه اللي تنتقل للفراش وتنتقل للام اللي هي هتبقى قريبه منه. والخطوره بقى اما يكون ان هو كمان هي حامل، اللي بيدخل امها قدامها بيخليها مدخنه سلبيه، واذا حتى ما بيدخنش قدامها هيظل المواد اللي بنتكلم عليها دي المسقطه في جسمه على الاقل حتى ما يقرب منها حوالي 5 ايام. طب دكتور مجدي بقى، خارج المنزل، يعني نحن خلاص قربنا على فصل الشتاء وعدد الطلاب في المدارس يعني يزيد بشكل كبير في كل فصل، فيعني احيانا لا يكون هناك يعني زي ما نقول التهوية، يعني في التهوية والبعض الثقافة الخطيرة يقول لك لا اقفلوا الشباك واقفلوا الباب ومش عارف مين حاسبوا، لا، ووقفوش ما اشتغلوش المروحة الصبح وهكذا. لا، سوء التهوية خطير جدا. بعض المدارس، وحقيقي مفاجأة دلوقتي انا شايف مدارس حكومية، انا ابني في مدرسة حكومية 20 طالب بس الفصل معاه، ولكن في مدارس خاصة، انا ابني مدرسة تجريبية متميزة، المدارس الخاصة في 75 طفل في المدرسة. صحيح. مش معقولة، خطير. يعني مثلا ازاي هتنفسوا دول؟ حتى المدرس الوقت نفسه مش هيقدر يتنفس اصلا، فهيبقى كل دي بقى اوبئة هتبقى موجودة في الاماكن المقدسة بالشكل ده. فطبعا هيحصل ايه؟ هيحصل انتشار المقاصد بشكل عام بين الطلبة، خاصة الناس اللي عندها حساسية. المشكلة بقى ايه؟ ان الاطفال الصغيرين بيبقى الرئة عندهم صغيرة، الجهاز التنفسي لسه في مرحلة تكوين، والمناعة عندهم مش ولا بد، خاصة المرضى.
فللاسف المرضى المصابين بالحساسيه التنفسيه بيبقى عندهم الخلايا بتاعتهم البطين الغشاء المخاطي عندها نوع من الغباء او الاستغباء، بحيث انها بترحب بفيروسات البرد والانفلونزا 10 اضعاف الناس العاديين. يعني هي تقول لهم تعالوا، وما تشوف الفيروس ماشي تروح عامله مستقبلات وتروح مقتنصاه وتروح مدخلاه، فتلاقي الناس دول بيغلوا كتير جدا بامراض الجهاز التنفسي، التهابات متكرره، وتلاقي ما حدش عارف المشكله فين. احنا الناس دول كمان المفروض نوعي امهاتهم ونوعي الاسره ان هم لازم نرفع مناعتهم. دكتور نمنع الكانتين، دكتور حاجات كتيره جدا بتنقص مناعتهم هناك. دكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه، يعني النهارده ندوه دور الام في الوقايه من الحساسيه التنفسيه هتكون للتوعيه، وهي ستكون اليوم الساعه 11 صباحا بمقر بيت ثقافه نادي الطيران بمصر الجديده، وتحت رعايه الاستاذ محمد الشبراوي مدير ثقافه القاهره. احنا بنشكر حضرتك يا فندم وصباح الخير. اشكركم وصباح النور.